السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم البنات راح نعملوا طريقة تفصيل موديل قندورة صيفية، كما راكم تشوفيه في الصورة. راح نشوفوا الطريقة ان شاء الله مع بعض. اول حاجه البنات شو راح نديرو؟ راح نطويو القماش تاعنا. طبعا نتوما حبيتو تفصلوه بطريقه الداخل في الخارج، حبيتو تفصلوه يعني تطويو القماش تاعكم على 4 وتفصلوا عادي. واش راح نديرو البنات؟ راح نديو القياسات تاعنا عادي كما متعودين. اول حاجه نسعو بالكتفين، نزول حده الابط، ثم ربع دوران الصدر، ثم ربع دوران الخصر، نوصل ما بين خط الصدر وخط الخصر وننزل بالقندوره تاعي البازي والا دروات. نتوما واش حبيتو تفصلوها من هذا الشكل. نجي هنا المنتصف الحردة البنات ونخرج من الزاوية 3 سنتيمتر ونرسم الحردة حردة الخلف. عرض الرقبة هنا راح نديو 8 سنتيمتر، مايل الكتف هنا راح يكون 1.5 سنتيمتر، ونوصل ما بين خط الصدر وخط الخصر. نقصو الباتون تاعنا من بعد نكملو باقي الشرح. هنا يعني قندورة عادية سامبل ما فيها حتى تعقيدات البنات بهذا الشكل. هنا راح يكون الامام والخلف كيف كيف. طبعا الامام هنا راح ندخلوا في الحرده تاعنا ب 1.5 سنتيمتر باش ما يجيناش الانتفاخ هذاك في حرده الامام، ونحيو بهذا الشكل فقط يعني في المنتصف بهذه الطريقه هكذا. هنا الخلف يعني نخلي 1 سنتيمتر للخياطه لانه راح يجينا الخلف مفتوح. بالنسبه للرقبه البنات راه كيما الامام كيما الخلف. واش راح نديروا البنات؟ حنا راح نقدروا ننزلوا مسافه 18، ننزلوا 19، ننزلوا 20. اللي ما تحبهاش يعني مفتوحه ياسر تقدر فقط تنزل 16 او 15 سنتيمتر، لانه الامام والخلف راهم كيف كيف البنات. طبعا عمق الرقبة دائما البنات نتوما تتحكموا فيه، واحدة تحب الرقبة تاعها مفتوحة، واحدة تحبها يعني مستورة، كل وحدة واش حبت. نجيو هنا ندخلو 1 سنتيمتر البنات في الأسفل، يعني في الأعلى درنا 8 سنتيمتر، هنا في الأسفل نديرو 7 سنتيمتر. العمق نتوما تختاروا العمق اللي حبيتوه البنات. كما قلت لكم هنا راه أمام وخلف كيف كيف، وانتم لكم يعني الاختيار في عمق الرقبة. نقصو بهذا الشكل هكذا بهذه الطريقة أمام وخلف كيف كيف. طبعا اللي حابة دير لي دير لي بانس تاعها عادي. هذا الخلف نجيو هنايا نحدو مكان لي بانس. ها البنات نجيو هنا نحدو منطقة الخصر. هذا الخلف البنات نخلي 1 سنتيمتر للخياطة ونجي ندخل هنا 12 سنتيمتر ونرسم لابانس تاعي. راح نطلع مسافة 14 سنتيم وننزل ب14 سنتيم، نخرج هنا بواحد ونص وهنا واحد ونص، ونرسم لابانس تاعي بهذا الشكل هكذا. نفس الشيء للجهة المقابلة، يعني تقدروا ترسموا فقط بالطباشير تطويو تخطوا فقط تخرجكم في الجهة الأخرى. هذا بالنسبة للخلف. اما الامام البنات واش نديرو؟ طبعا حبينا نعملو قص الاميره نقدروا نعملو قص الاميره، حبينا نعملو ايبانس عاديين نقدروا نعملو ايبانس عاديين، لكم الاختيار. هنا طبعا نطلعو من هنا خط الصدر، ننزلو من مسافه هنايا من خط الحلمه، هذه منطقه الحلمه ننزلو 2 سنتيمتر، نخرج هنا بواحد ونص وهنا واحد ونص، ونرسم لابانس تاعي المبدئيه بهذا الشكل. ثم ننزل مسافة من 10 إلى 12 سنتيمتر، نرسم لابانس هذه. نجي هنا للمنتصف البنات ونوصل التقبيصة بهذا الشكل. طبعا هنا تروحوا البنات تستشفوا الرقبة تاعكم عادي، نجيو نخدمو بعد ما نستشفوا نخدمو البي هذاك. طبعا تعملوا فيه خطوط هنايا البنات إلى غاية الزاوية هذه، نفس الشيء يعني 3 خطوط من البي بهذه الطريقة
هنا طبعا تزينوا بهذيك الوردة، وهنا في الاماكن تاع الزوايا هادو زينوا بهذوك لي بيرل كما راكم تشوفيهم في الموديل. هذا بالنسبة للامام. نفس الشيء رقبة الخلف البنات، الخلف فقط راهم زايدين هذوك الأشرطة، يعني قبل ما تستشفوا الرقبة ركبوا هذوك الأشرطة في الرقبة باش يعني ما تجيكمش يعني تطيح لكم على الأكتاف أيضا وما تجيش يعني مفتوحة. نروحوا الآن للمراوح هذوك راكم تشوفوهم في الصورة. طبعا هنا عندنا القماش تاعنا هكذا، هما يعني دايرين مروحة من الفولار ومروحة من القماش. رايحين نعملوا طبعا المروحه الاولى، واش حبيتو تديو الطول تاع المروحه تاعكم، حبيتوها 16 حبيتوها 17. وهنا طبعا نديو بالزياده باش نعملوا هذيك التكميشات، ثم نوصل بهذا الخط هكذا. هذو المراوح اللي من الفولار البنات، يعني تديو مسافه حوالي 50 سنتيمتر في هذا المروحة باش يعني تجيكم فيها تكميشات. هذه المروحة الأولى تكون من الفولار البنات. المروحة الثانية تكون أقل في العرض، تديو فيها مثلا حوالي 14 أو 13 سنتيمتر. نجيو نحدو طبعا هنايا الطول، راح نديو نفس الطول تاع القطعة هذه، حبيتو يعني نفس الطول حبيتو تنقصوا لكم الاختيار. ونجي ندي نفس الشيء بهذه الطريقة هكذا ونقصو بهذا الشكل. هذا شكل مراوح البنات. هنا كما قلت لكم ديو الطول واش حبيتو 50 سنتيم 60 سنتيم، نتوما واش حبيتو الكشكشه تاعكم هذيك تكون، زيدوا في القياس بهذا الشكل. نجيو نخيطوهم البنات مع بعضهم من هنا نعطفوهم، ومن بعد طبعا كنركبوهم هنا في الكتف. بعد ما تجملوا القندوره تاعكم اعملوا هادو لي بلي بهذه الطريقه، يعني في الكتف يجيكم هذوك المراوح يعني بهذا الشكل. ان شاء الله تكون الفكره واضحه ومفهومه. نفس الشيء للكم الثاني، يعني بعد ما تستشفوا الرقبه تاعكم تكملوها تجملوا الاكتاف تركبوا الاكمام هادو. ان شاء الله البنات تكونوا استفدتوا من الموديل هذا، موديل صيفي يعني انا دايرت هذا العام. ان شاء الله يعني البنات نكون افدتكم به، وراهو سهل وبسيط، فقط شويه تركيز وتخدموه عادي. قلكم الى الملتقى البنات في فيديو اخر مع موديل اخر باذن الله.